سيدنا موسى كان عايز يتعلم علم زيادة، فربنا أوحاله إن في راجل صالح عنده علم مش موجود عند سيدنا موسى. فموسى سافر مع شخص، والشخص ده يبقى سيدنا الخضر. سيدنا موسى طلب منه يعلمه من العلم اللي عنده، بس الخضر اشترط عليه إنه ما يسألهوش عن أي حاجة هو يعملها لحد ما هو يوضح له بنفسه. أول موقف الخضر بوظ سفينة، فموسى استغرب وسأله انت ليه عملت كده؟ فالخضر فكره بالشرط اللي هم اتفقوا عليه في الأول. وتاني موقف الخضر قتل طفل، وموسى برضه استغرب. وتالت موقف دخلوا قرية بخيلة فلقوا جدار على وشك انه يقع، والخضر صلحه بدون اي مقابل، وموسى اعترض وسأله. فالخضر وضح له الحكمة من كل تصرف هو عمله. السفينة اللي هو دمرها كانت ملك للمساكين، وكان في ملك ظالم بياخد أي سفينة سليمة غصب عن أي حد، وقال له أنا بوظتها عشان ما تتاخدش منهم. إنما الغلام كان هيكبر وهيكون عقل والديه الصالحين، فربنا أراد أن يبدلهم خيرا منه. إنما الجدار كان تحته كنز لأيتام، وأبوهم كان رجل صالح، فربنا أراد أن يحفظ لهما كنزهما لحد ما يكبروا.